كلنا عارفين إن الكمبيوتر بيشوف الكلام اللي بنكتبه على إنه مجرد أرقام 0 و1. بس عمرنا فكرنا إزاي بيقدر يفهم المعنى الحقيقي ورا الأرقام دي. يعني إزاي بيفرق بين كتبة كفعل ماضي وكتب كاسم جمع. الحكاية دي مش مجرد عملية حسابية وخلاص، لا، دي قصة صراع فكري بين مدرستين، فلسفتين مختلفتين تماما. كل واحدة حاولت تعلم الآلة لغتنا بطريقتها الخاصة. وهو ده السؤال المحوري اللي حير العلماء والباحثين لعقود طويلة، والإجابة ما كانتش سهلة ولا واحدة. الإجابة كانت عبارة عن معركة فكرية بين مدرستين كبار، كل واحدة فيهم كان ليها رؤية مختلفة تماماً عن إزاي الآلة ممكن تفهم كلام البشر. القصة دي ليها بطلين أساسيين. الفريق الأول هو المدرسة القاعدية، والفريق التاني هو المدرسة الإحصائية. ودول الفريقين اللي كانوا بيتنافسوا عشان يوصلوا لإجابة السؤال ده، كل واحد بسلاحه وبطريقته. طيب، خلينا نبدأ باللاعب الأول في الساحة، المدرسة الأقدم، المدرسة القاعدية. عشان نفهمها ممكن نتخيلها كأنها عالم لغة عبقري ودقيق جدا، ماسك ورقة وقلم وقاعد بيكتب للكمبيوتر كتاب قواعد نحوية ضخم جدا، والكمبيوتر لازم يمشي على الكتاب ده بالحرف الواحد. الفكرة هنا بصراحة بسيطة، لكن تنفيذها شبه مستحيل. بتعتمد بشكل كلي على الخبراء من البشر. يعني عالم لغوي متخصص بيقعد وبشكل يدوي تماماً يكتب كل قاعدة ممكن تخطر على البال في النحو والصرف والتركيب. كل صغيرة وكبيرة في اللغة لازم تتكتب وتتبرمج بشكل صريح وواضح للكمبيوتر. وتعالوا نشوف مثال عملي عشان الصورة توضح. لو ادينا للكمبيوتر جملة بسيطة زي الولد قرأ الكتاب، هيبدأ يطبق القواعد اللي اتعلمها دي. أول حاجة هيفتح كتاب القواعد بتاعه ويلاقي القاعدة رقم 1 في الجملة الفعلية، الفعل عادة بيجي قبل الفاعل، فيبص على الجملة ويعرف إن قرأ هي الفعل. بعدين يلاقي القاعدة رقم 2، الولد اسم مفرد مذكر، فيفهم إن هو الفاعل، وهكذا. يمشي الخطوة بخطوة لحد ما يحلل الجملة كلها بشكل صحيح. طيب، إيه المميزات وعيوب الطريقة دي؟ الميزة الكبيرة هي الدقة الشديدة. طالما القواعد اللي اتكتبت بتغطي الموقف، فالنتيجة هتكون صح 100%. لكن العيب بقى إنه طريق طويل وصعب جدا. تخيلوا حجم المجهود المطلوب لكتابة كل قواعد اللغة العربية يدويا. والأسوأ من كده إنه غلطة واحدة بس، قاعدة واحدة ناقصة أو مكتوبة غلط، ممكن تبوظ التحليل كله وتوقع النظام. وبعد فترة طويلة من الاعتماد على الطريقة دي، ظهرت مدرسة تانية، فكرة جديدة غيرت كل حاجة. المدرسة دي هي المدرسة الإحصائية، أو اللي بنحب نسميها النهاردة تعلم الآلة. ودي كانت بداية ثورة حقيقية في عالم الذكاء الاصطناعي. الثورة دي كلها بدأت بسؤال واحد، سؤال بسيط في ظاهره لكنه عميق جدا. طب وليه نتعب نفسنا ونكتب كل القواعد دي بإيدينا؟ ليه ما نخليش الكمبيوتر هو اللي يتعلمها لوحده من الأمثلة؟ السؤال ده حرفياً غير مسار اللغويات الحاسوبية كلها. فهنا بقى بدل ما نديله كتاب قواعد، إحنا غرقناه في بحر من البيانات، آلاف بل ملايين الجمل اللي متحللة ومتشرحة صح. ومع الوقت الكمبيوتر بدأ يشوف الأنماط بنفسه، بدأ يلاحظ حاجات زي لما كلمة معينة بتيجي بعد كلمة معينة غالباً بنسبة 90% بتكون فعل، أو الكلمات اللي بتنتهي بواو ونون في الغالب بتكون جمع مذكر سالم. يعني هو اللي بدأ يستنتج القواعد دي من كتر الأمثلة اللي شافها. والنقطة دي بالذات هي المفتاح. النهج ده، فكرة إن الكمبيوتر يكتشف القواعد بنفسه من خلال تحليل البيانات، هو اللي فتح الباب لكل نماذج اللغة الحديثة اللي بنستخدمها في حياتنا النهاردة. بس لما العلماء حاولوا ياخدوا الفكرة العبقرية دي ويطبقوها على اللغة العربية بالذات، اكتشفوا إن الموضوع مش بالسهولة دي خالص. اللغة العربية كانت بمثابة الاختبار الأصعب، تحدي فريد من نوعه. طيب، ليه اللغة العربية كانت تحدي كبير كده؟ لأسباب كتير. أولاً، علم الصرف وتكوين الكلمات فيها معقد جداً. تانياً، التشكيل، يعني الفتحة والضمة والكسرة بيغير معنى الكلمة تماماً. وتالتاً، ظاهرة تعدد المعاني، يعني جذر لغوي واحد ممكن يطلع منه عشرات الكلمات بمعاني مختلفة تماماً. وعشان نفهم حجم المشكلة دي بجد، تعالوا نبص على مثال بسيط ومدهش. هناخد جذر لغوي من 3 حروف بس، كاف تاء باء، من غير أي تشكيل. الكمبيوتر بيشوفهم مجرد 3 حروف ورا بعض مش أكتر. الاحتمال الأول اللي ممكن الكمبيوتر يفكر فيه إن الكلمة دي تكون كتب بفتح كل الحروف، وفي الحالة دي هي فعل ماضي معناه he wrote. بس استنوا، في احتمال تاني خالص. ممكن تكون كتب بضم الكاف والتاء، وهنا المعنى اختلف 180 درجة وبقت اسم جمع معناه بوكس. ولو فاكرين إن الموضوع واقف لحد كده، لأ،
في احتمال تالت، وهو إن الثلاث حروف دول يكونوا مجرد جذر داخل كلمة تانية أكبر، زي كلمة مكتبة. تخيلوا بقى حيرة الكمبيوتر وهو بيتعامل مع نصوص عربية أغلبها مش متشكل. وأمام التحدي العربي الفريد ده، الباحثين المتخصصين في اللغة العربية وصلوا لحل عبقري. حل ما اختارش فريق على حساب التاني، لكنه قرر ياخد أحسن ما في العالمين، وهو اللي بنعرفه دلوقتي بالمنهج الهجين أو الهايبرد أبروتش. المنهج الهجين ده ببساطة هو طريقة بتدمج بين الاتنين. بندي للكمبيوتر شوية قواعد نحوية وصرفية أساسية مكتوبة مسبقاً زي خريطة استرشادية كده، وفي نفس الوقت بنسيبه يستخدم القوة الجبارة لتعلم الآلة عشان يكتشف الأنماط بنفسه من كميات هائلة من البيانات. المعادلة السحرية كانت ببساطة زي ما احنا شايفين: ذكاء ودقة القواعد زائد مرونة وقوة البيانات، والنتيجة النهائية كانت فهم أعمق وأفضل بكتير للغة. طيب، في آخر الرحلة دي نقدر نلخص الفكرتين الكبار اللي كانوا في صراع، ونبص بصة سريعة على الإيه اللي مستننا بعد كده. يعني لو هنلخص القصة كلها في جملتين، هنلاقي عندنا فلسفتين. المدرسة القاعدية بتقول علم الكمبيوتر القواعد بشكل صريح، والمدرسة الإحصائية بتقول لأ، سيبه هو يتعلم لوحده من الأمثلة والبيانات. والدرس الأكبر اللي طلعنا بيه خصوصاً من تجربة اللغة العربية هو إن الحل الأمثل ما كانش في اختيار مدرسة واحدة ورفض التانية. الحل كان في دمج ذكاء القواعد الثابتة مع مرونة البيانات المتغيرة. بس القصة دي كانت مجرد البداية، وده بيوصلنا للسؤال الأهم اللي هنسيبه مفتوح للمرة الجاية: إزاي الأفكار التأسيسية دي، الصراع والدمج بين المدرستين دول، هم اللي في النهاية مهدوا الطريق ووصلونا للنماذج اللغوية العملاقة اللي بنشوفها النهاردة زي تشات جي بي تي؟ ده اللي هنكتشفه في الشرح الجاي.